السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. أخواني وأخواتي السودانيين، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم لدي رسالة لشعبي السوداني. يا ناس، افتحوا ترس الشمال، افتحوا ترس الشمال للرابط بين السودان وبين مصر، لكي الحركة تسير كالمعتاد. فإن هذه الأمور التي تفعلونها لا تجدي نفعا. إذا كانت لم تضرهم هم ستضرنا نحن، وفي كلتا الحالتين نحن المتضررين، لأنهم المصريون يستوردوا اللحوم من دول عدة بأموالهم. نحن في السودان نمر بضائقة معيشية. عندما يحصل كساد لا يكون جيد لنا، لذلك دعوا الأبغار تسحب إلى مصر، ودعوا المواشي تسحب وتسحب إلى السعودية، وتسحب إلى أثيوبيا، وتسحب إلى كل الدول التي تحتاج. فهم لا يشحدوننا ولا يأخذونها بالدين، بل يأخذونها بأموالهم. هذه النقطة جيدة لاقتصادنا نحن السودانيون. أوقفوا هذه الخرافات والترحات. نحن نصدر لهم المواشي والثروة الحيوانية، ونستورد منهم الأدوية وما شابه إلى ذلك من مصر، لأن مصر هي بلد مطلة على البحر الأبيض المتوسط، ولديها قناة السويس. الأدوية تأتي من العالم إلى جمهورية مصر، ونحن علاقتنا معهم علاقة جيدة منذ مئات السنين، علاقة أخوية وعلاقة حدودية وجوار. حدودنا مشتركة وديننا مشترك في الغالب، ولغتنا لغة واحدة، وأرضنا ملتصقة مع بعض. فلماذا كل هذا الجفا؟ لا أضع كل اللوم على الجانب السوداني فقط. المصريون أيضا منهم إلا من رحم الله يتنمرون على السودان، ويتنمرون على أوضاع السودان ويفترون عليها. ليس هكذا طبع المسلمون، فلنغير من أنفسنا. ونحن في السودان نحتاج إلى الأدوية. تسحب إلى العديد من الصيدليات تجد يقول لك هذا الدواء غير متوفر. إذا أتى أحد منكم، الله طول في عمره، إذا أتى أحد منكم إلى جمهورية مصر العربية، نادرا ما يقول له هذا الدواء غير متوفر، نادرا والله، ممكن أقل من 1%. بلد فيها خير وفيها أدوية بهذه الكمية، لماذا نفسد علاقتنا معهم؟ يا ناس، فكروا ودبروا وشاوروا قبل أن تقدموا على أي شيء. نحن الآن في السودان مارين بضائقة اقتصادية وضائقة سياسية، الله يفكها عنا وعن جميع المسلمون. لا نملك مصانع كافية للصناعة. مصر دخل فيها مصانع فروع السيارات في العالم، دخلت مصانع لصناعة الهواتف النقالة، بها مصانع للغسالات والثلاجات والشاشات وما أشبه ذلك.
ادخلوا إلى جوجل واكتبوا كم عدد المصانع في مصر. على حد علمي قبل اليوم نظرت إلى هذا البحث فوجدته 85,000 مصنع في مصر. هذا قبل 5 شهور ولا 6 أشهر. اليوم هذا العدد يكون تضاعف وزاد. هم 100 مليون وعايشين حياتهم باستقرار وبأمان وبرخاء. ما بالنا نحن لا يرتاح لنا بال بين الظروف المعيشية وبين عدم وجود فرص العمل أصلا، وبين عدم توفر الوقود ولا النقود في المصارف وفي البنوك. بنوكنا ليست محترف بها دوليا. لماذا؟ عملتنا في أدنى المراحل تحت العملات في العالم، درجة العملات في العالم. لماذا كل هذا؟ ألا يستيقظ لنا بال؟ ألا نفكر في حالنا؟ شباب صغيرة وكدي يروحوا يقفلوا الطرق. هل تعلمون أن هؤلاء السواقين أن التريلات المصريين، هل تعلم أنت عندما توقفه هذه الوقفة هل تعلم أنه يتعب؟ هل تعلم أنه يتأخر على أهله وعلى ذويه؟ ووراءه التزامات من استئجار لمعيشة لمدارس لفواتير. يا جماعة نحن مسلمون، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. لا شيء يضرنا لا شيء يضرهم. لو في شيء لا يضرنا نحن ولا يضر طرف آخر نتعاون به. الآية تقول لكم تعاونوا على البر والتقوى. الناس تتعاون على الخير. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، الله يفك كرب جميع المسلمين. بارك الله فيكم.